صباح الفل عليكم. بعد غيبة طويلة شويتين عدنا إليكم من جديد بفيديو جديد من رحلتي في أوروبا، بداية إن شاء الله من ألمانيا. أحكي لكم إزاي خدت الفيزا بأسهل طريقة ممكنة وأقل تكلفة ممكنة في الفيديو ده. بس هختم الجواز بتاعي. كل ما أقعد في مكان أحكي لكم القصة بالتفصيل، فاستنوا. الحكايه بقى ابتدت من 6 شهور. كنت قاعد مع واحد صاحبي وكنا بنتكلم ان تكلفه السفر عموما بره مصر بقت غاليه بسبب الدولار وانهيار سعر الصرف، وان انا بقالي فتره طويله وما كنتش سافرت وكنت محتاج ان انا اسافر واصور فيديوهات زي ما كنت بصور قبل كده ليكم. فتوصلت ان اكيد في طريقه ممكن ان انا اقدر اسافر بيها بره مصر بتكلفه قليله او يعني تكلفه شبه معدومه. وان اكيد في طريقه ان انا ممكن يعني اسافر واخرج بره مصر واشارك كمان في حاجه ممكن تكون مفيده ليا. بما اني اصلا بحب التطوع واشتغلت فتره طويله جدا في العمل التطوعي في مصر، فلقيت ان في ايفنتس موجوده في اوروبا بتطلب متطوعين من كل دول العالم في مقابل تطوعهم ده. هي بتقدر انها تديهم مثلا الفيزا فور فري، تديهم سكن اكل شرب خلال اقامتهم في الايفنت اللي هم مسافرين. وهو ده بالظبط اللي انا عملته. لقيت ان في ايفنت هي بطولة العالم للجامعات موجودة في المانيا، موجودة من شهر 7، من اول شهر 7 لحد اخر 7. قدمت وطبعت لهم كفر ليتر، قلت لهم ان انا شاركت في ايفنتس قبل كده هنا في مصر واشتغلت في العمل التطوعي وان انا اصلا بحب السفر. وهم ردوا عليا بعديها بحوالي شهر او شهرين، قالوا لي ان انا اكسبتد، وبعتوا لي انفيتيشن ليتر فيها ان انا مش هدفع ولا جنيه عشان اخد الفيزا. الفيزا انا واخدها على الباسبور لمده 3 شهور، مالتيبل انتري فيزا تقدر تدخلني اكتر من 20 دوله في اوروبا بدون فيزا بدون قيود. ادوني سكن ان شاء الله هقعد هناك، هصور لكم باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. ادوني اكل، ادوني شرب، كل حاجه من كده مقابل ان انا بروح بشتغل لمده 4 ايام 3 ساعات بس في اليوم، بنظم الايفنت. وطبعا كمان الاكسبيرينس نفسها اكسبيرينس تحفه، بتقابل رياضيين من كل حته في العالم، بتقابل جنسيات مختلفه، بتنفتح على ثقافات مختلفه. وفي مقابل ان انت بتديهم جزء صغير من وقتك وكشغل هناك. فبس هي دي القصة يعني باختصار. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات جديدة وان شاء الله انتظروني. انا حاليا في مطار القاهرة مستني قدام الجيت اللي انا هسافر منه ان شاء الله. لما اوصل المانيا تحديدا مطار دوسلدورف اقول لكم ان انا ان شاء الله وصلت، وان باذن الله التجربه نجحت وانتوا تقدروا تعملوا ده. لو انت فعلا بتحب التطوع ولو بتحب السفر تقدر ان انت تسافر وتمثل بلدك في في البلاد اللي بره وفي الايفنتس اللي بتحصل بره. وبس استنوني ان شاء الله اول ما اوصل هاكد لكم ان انا وصلت واصور لكم حتى المطار باذن الله. وختمت الباسبور ودلوقتي انا على الاراضي الالمانيه بختم الماني رسميا. وبكده اكون خلصت لكم الفيديو وقلت لكم ازاي سافرت وارخص التكاليف. فلو انت مهتم وعايز تعرف تفاصيل اكتر ممكن تسيب لي كومنت وهبعت لك ان شاء الله كل التفاصيل واقول لك. واستنوني ان شاء الله برضه في فيديوهات جديده ومن جوه المانيا بقى. واشوف لسه مش عارف رجلي صراحه هتوديني على فين، بلاد تانية غير المانيا ولا لا. فاستنوني وما تخوش في حته.